اساس النهارده كل كل حاجه، الحياه. وتقدر تغير فيه زي ما انت عاوز. يعني انا اقدر بعمل درامي صغير اقدر اقول ان انا هقدر اوصل لصناعه مركبه فضاء. ده موجود، هياخدوا مني حد تاني. زي ما شفنا كده الفيديو اللي احنا شفناه في الاول، آه، الموتور ده موتور عربيه. طب ما هو موتور العربيه دوت، انا رحت انا اتحركت من الاستوديو ولا انا شايفه قدامي؟ شايفه بتفاصيله اكني موجود في المكان. الدراما بتبني شخصيه الفكر الدرامي او فكر الذكاء الاصطناعي بدون ما تقصد من العمل الدرامي. طب شكل الحياه اللي رسمتها بعض الاعمال الدراميه مستقبلا على الارض، اه شكل الحركه ان احنا هنتحرك في انابيب، ان المدن هتبقى داخل فقاعات كبيره، ان هيبقى في مدن مليونيه في الفضاء، مدن تحت الارض. الافلام والسينما وخيال الكتاب وصلوا لكده، ان شكل الحياه مختلفه، حتى لبس الانسان هيكون مختلف، اكله هيكون مختلف، مش هيحتاج ناكل نفس، ممكن حبايه صغيره تكفي الانسان لفتره طويله، كبسوله. كل ده قايم على الذكاء الاصطناعي او تمام. التخيل. ممكن ده يكون شكل الحياه قريب على على الارض اللي قدمته طيب السينما وقدمته الدراما. حضرتك احنا شفنا يعني كان عمل سينمائي من حوالي يمكن اكتر من 20 سنة انا شفته شخصيا، كان بيتكلم على ال ال اللايف تيوب الموجودة اللي الناس بتعيش في يعني في انابيب. في انابيب تحت الارض. النهارده ما سمعتش حضرتك عن الهايبر لوب؟ ايه الهايبر لوب ده بقى؟ جايه فكرته منين؟ من وان اوف ذا موفي اللي هي يعني فيلم من الافلام السينمائيه اللي تطرق للفكره دي. فبدات الناس تشتغل عليه في الريسيرش، ازاي اعمل هايبر لوب او وسيله نقل لا تتعدى 10 دقائق، ممكن يمشي 1000 كيلومتر. واحنا فعلا بنشتغل على حاجه زي كده. ازاي يبقى عندي فكر ان انا احط نفسي في انبوبه تتنقل من مصر لامريكا في 10 دقائق، يعني اكتر من 12000 كيلو متر. طب ده يتم ده ازاي؟ في عسكريين امريكيين سابقين قالوا ان التكنولوجيا دي بقت موجوده، مش لسه مش يعني فكره تتنقل من نقطه لنقطه على كوكب الارض. ايوه يا فندم. قالوا ان التكنولوجيا دي موجوده بس لسه ما كشفوش ازاي ان في سرعه رهيبه تتنقل من نقطه لنقطه على احنا ممكن كوكب الارض. نكشفها على يعني في البرنامج لو انت عايز لان احنا عندنا ريسيرش شغالين عليه بصراحه يعني. بس يعني مش هنسبق بيه الحدث، لكن عندنا حد او احنا شغالين في موضوع زي كده، لان ده هيعمل طفره كبيره جدا. وان شاء الله يعني باذن الله باذن الله يعني الموضوع ده هيطلع من مصر بطريقه احسن بكتير جدا جدا من الناس ما تتصور. لكن اللي انا عايز اقوله عشان برضه ما ناخدش فيه. الموضوع كبير، انا عرفت اه لا تصعباته الموضوع كبير كتير جدا، كده. خاصة مثلا في يعني موضوع النقل، موضوع السلاح، موضوع اي موضوع من غير ذكاء اصطناعي النهارده هيبقى يعني بالنسبة لنا مش اوبسليت او منسي، لا هو هيبقى حاجة احنا واقفين مكاننا والناس بتجري. طب الناس العاديه اللي هي حياتها شغلها والحياه العاديه كويس. وبيسمعوا الكلام ده وقاعدين يسمعوا الذكاء الاصطناعي، هم شايفين لسه تأثيراته في حياتهم، ويمكن هم موجودة التأثيرات بس مش كل حاسس بيها. تمام. يعني فكرة ان انت مش بعيد بدأ في بعض الدول العربية قيادة ذاتية من العربية، انت مش هتسوق. مم. ان ممكن بعد سنين خلاص انت مش محتاج انت تتعلم السواقه والاجيال الجديده، ما انتش محتاج ان يكون عندك عربيه، انت هتطلب العربيه توصلك من نقطه لنقطه، مش محتاج تعمل اماكن انتظار للعربيات. ده في شكل مدن المستقبل. التلوث شبه هيختفي، لان انت الذكاء الاصطناعي هيبدا يتعامل مع فكره العادم، مع فكره الوقود اللي انت هتتعامل بيه. فالناس دي على انها تعمل ايه عشان الزمن اللي جاي اللي هو مش هيكون بعيد، علشان يبدأ يتعلم انه لازم يتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي هتدخل في كل حاجة في حياتنا. طيب خلينا نقسم الناس دي كمستخدم وكواحد يعني في حد مشارك. مستخدم اند اه. يوزر يعني بنسميه الاند مم. يوزر، او واحد بيستخدم الذكاء الاصطناعي في حياته اليوميه، وواحد بيطور في الذكاء الاصطناعي او بيشتغل فيه. انا شخصيا يعني احب ان الناس كلها تبتدي توجه فكرها انها تشتغل في الذكاء الاصطناعي، لانه لا بيحتاج تكلفه في التعليم. انت ممكن تعلم نفسك في البيت، ممكن ازاي تشتغل بقى من البيت. يعني يعمل ايه؟ ده مهم، ده سهل جدا. آه. ان انا ابتدي اتعلم لغه مثلا زي البايثون عشان اعمل ابلكيشن او اي بي اي يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي.
يقدر يتعلم ده لوحده؟ طبعا. احنا عندنا بلاتفورم كبيره جدا تقدر تتعلم. شات جي بي تي النهارده هو حضرتك محتاج ان حد يعلمك عليه؟ انت بتكتب السؤال بس على حسب السؤال هو بيرد عليك. مم. فدي نمره واحد. نمره اتنين، انت عايز تبقى مستخدم ولا عايز تبقى مطور؟ احنا مش لازم نبقى كل حاجه بناخدها كوبي بيست يعني. ما يعني ممكن نخلينا حد احنا في بقى. وظيفة عمره 50 أو 45 سنة يبدأ إنه ممكن إنه يكون مطور، ولا دي عايزة حد يتعلم ويدرس من البداية من هو بص يا صغير؟ فندم، هو الفكر الابداعي ما بيتوقفش عند سن. يعني مثال بسيط جدا، اللي عمل كنتاكي على مستوى العالم ابتدى في الفكره كان عمره كام سنه؟ 65 سنه. بس دي افكار، لكن هنا مش قايمه على علوم الذكاء الاصطناعي، قايمه على يعني انا بتكلم الرؤيه اللي عندي وعند كتير من الناس، انه علم مش سهل، علم قايم على علوم كتيره جدا. يعني الذكاء الاصطناعي محصله علوم كتيره وعايز تخصصات. ما هو وال... العلم ايه غير فكره؟ العلم فكره، والفكره بتيجي من الدراما، واخدها واشتغل عليها. يعني اي ابلكيشن النهارده على سبيل المثال مثلا الابلكيشن بتاعه الدفع الالكتروني عن طريق الموبايل، دفع الفواتير، دفع الحاجات دي، هو مين اللي عامل الابلكيشن دي؟ ما هو انا وحضرتك وغيرنا، وسهلت حياتنا. اقعد وفكر. لكن التعليم ما بياخدش المجهود اللي الناس فاكراه ان هو بس. الناس عندها كسل. احنا محتاجين ناس تقرب من الحاجه، تفكر فيها، توفر وقت. ما تقولش انا خلاص اسهل حاجه ان انا استخدم الحاجه من غير ما اتعلمها. طب ما تفكر في، خد القديم واشتغل، او اللي موجود واشتغل عليه، طور منه. فالناس هتتقسم لجزئين. انت عايز تبقى مين فيهم؟ عايز تطور نفسك وتطور الاجيال اللي جايه، هتبتدي تتعلم. التعليم ما بقاش فيه مشكله. النهارده الانترنت بقى فيه عليه كل المعلومات، وعليه مربوط بالعالم كله عن او طريق. يتعلم على الاقل عشان يعرف يستخدم اللي هو الحاجات اللي التطبيقات دي اللي بيستخدمها، يبقى فاهم هو مش بيستخدم ايه. بس كده، يتعلم عشان يعرف الحرب جايه له منين. النهارده الحرب زي ما قلنا المره اللي فاتت مش سلاح. الحرب بتيجي من الفكر. مش هفضل قاعد قدام السوشيال ميديا وباخد معلومه انا مش عارف مين اللي بيديهاني. النهارده في ناس كتير قوي على السوشيال ميديا، ما هو فيك. شخص مش شخص طبيعي، ده ذكاء اصطناعي مم. بيدي لك معلومه. فلازم افهم، يبقى عندي اويرنس او عندي وعي. الوعي ده هعرفه ازاي؟ هعرف ازاي اذا كانت المعلومه دي اشاعه ولا حقيقه؟ هتاثر عليا ازاي؟ هتاثر على حياتي ازاي؟ مش لازم ابقى مستخدم بس. خلاص الفكر هيتغير. الفكر من ان انا مستخدم فقط احنا من غير تطبيقات تطوير. الذكاء الاصطناعي بدأت في حياتنا في حاجات كتيرة كتير جدا. جدا. امتى شايف خلال قد ايه لا الموضوع هيبقى بشكل واضح ان شكل الحياة هيتغير لا هو بالشكل الواضح؟ بيجري. مش شكل واضح، هو بيجري. بيجري بطريقه سريعه جدا جدا جدا، لانك انت ما بتقدرش توقفه. بص، العلم ما فيهوش نقطه نهايه. وخاصه الفتره الاخيره بدأ يعني كنا الاول بتطلع فكره او بيطلع نظريه كل 3 كل 4 سنين. دلوقتي النهارده كل واحنا قاعدين اه دلوقتي اعتقد ان في 1000 فكره و1000 بيتنت لا، اتسجلت والذكاء الاصطناعي هيبقى عنده على القدرة مستوى بقى العالم. انه يعمل حاجات كتيرة جدا في الموضوع ده. فارق حجم الذكاء لما يتطور ويزيد هيبقى عنده مجالات خيال اوسع من انا الانسان. عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ اسامه. احنا يعني باستخدام حاجه زي ايف كده، او كاين يعني طريقه زي الشات جي بي تي. انت بتسال السؤال او بتدور على الموضوع، ما بياخدش اكتر من دقيقه ل3 دقائق بيجاوبك. مم. يمكن نسبه المعلومه بتبقى 80 ل 90%، بس على الاقل حطك على الطريق. على الطريق، وبعدين ده لسه في البداية، مع التطور هتبقى النسبة هتزيد بشكل 100%. كبير. وما تقدرش تقول ان دي جايه من ذكاء اصطناعي. لكن هي في الاخر انت عايز تقول للناس ايه؟ لو سمحت ما تبقاش مستخدم. مم. خد الافكار وطور فيها. النهارده الاي بي اي ده او الابلكيشن اقدر اتعلمه؟ اقدر اتعلمه على حسب، لان دي سكيلز تتوقف على البني خلينا ادم نفسه. نختم بالجملة دي، جملة عجباني. انت عايز تكون مين؟ عايز اه تكون المطور ولا عايز تكون بس المستخدم؟ المستقبل للدول وللأفراد هو اللي هيطور، هو اللي هيكون مشارك في طبعا. صنع الذكاء الاصطناعي. لكن اللي هيتلقى بس، يعني المستقبل، الدول اللي هتتلقى بس هتبقى في مكان تاني غير الدول اللي بتصنع الذكاء الاصطناعي. المستقبل هيكون مختلف، وسرعة المنافسة وقوتها أظن السنين اللي جاية هتكون مختلفة. دكتور إيهاب بشكرك جدا، شكرا وحاولنا لحضرتك. يعني الوقت جري بسرعة، بس حاولنا نتكلم عن جزء جديد في الذكاء الاصطناعي. شكرا لحضرتك مره تانية، وان شاء الله الحلقه الجايه والحلقات الجايه باذن الله نقدم حاجه
بمحتوى اقوى شويه، ونقدر نثبت فيها ان الذكاء الاصطناعي باذن الله يعني مش هيقدر يتغلب على الانسان، ودايما الانسان هو لان اليد هو اللي عمل العليا. الذكاء الاصطناعي. أكيد. شكرا شكرا جدا دكتور لحضرتك. ايهاب. كل مشاهدينا، خلصت حلقتنا النهارده، وبكره ان شاء الله حلقه جديده في مساء الفن.